صباح الخير عليكم. يا رب تكونوا بخير وبصحة وفي أحسن حال، وأهم حاجة تكون صحتكم جيدة، ويا رب يا رب يا رب يشفي كل مريض. النهاردة عملنا قرص أو نواعم الأفران، حاجة كده سهلة وبمكون حلو قوي قوي، وممكن نلاقيه عندنا كلنا في البيت. يلا نشوف هنعمل الطريقة الحلوة دي ازاي. هنا معايا دي كوباية أو كوباية ونص لبن، بس اللبن ده راب يعني، فضل برا التلاجة شوية فاتغير وبقى زي ايه قطع كده صغيرة. حطيت هنا كيس فانيليا، حطيت نص كوباية صغيرة زبدة، حطيت معلقتين سكر. لو احنا افترضنا ان ما عندناش اللبن اللي قطع ده او راب، هنستخدم كوباية ونص لبن عادي او مية. يعني الطريقة الاقتصادية قوي ان انتي تستخدمي المية، الطريقة الغنية شوية انك تستخدمي اللبن او الزبادي، او تستخدمي اللبن الرايب او اللبن اللي راب مننا او اللبن القاطع زي ما بنسميه كده في بيوتنا كلنا، وبيعمل معجنات حلوة قوي، تحفة حقيقي تحفة جدا. دول 600 جرام دقيق، وطبعا السوائل اللي انا قلتها في البداية، كوباية ونص لبن، البديل بتاعها رايب، البديل بتاعها اللبن القاطع. مش عايزين ده ولا ده، يبقى كوباية زبادي او كوبايتين زبادي بقى 120 جرام. يعني كل دي بدائل نقدر نستخدمها. عليهم معلقتين سكر كبار، معلقة كده هرمية، وكمان فانيليا. انا بحب احط قوي الفانيليا ضروري، يعني هو حقيقي انا ما حطيتش بيض خالص في الوصفة دي، بس انا بفضل اني اضيف كيس فانيليا وفانيليا بودرة. هنا بقى هبتدي اعجنها كده كويس لغاية ما اخلي كل حاجة تمتزج مع بعضها. الدقيق طبعا هنا بيختلف من نوع لنوع، ده دقيق متعدد الاستخدامات. لو انتي حسيتي انها محتاجة سوائل هتضيفي كده حوالي معلقتين 3 لبن. عايزة تضيفي مية برضو دي حاجة ترجعلك. هنا انا كنت ضفت حوالي معلقتين لبن، وهكمل كده عجن. هتاخد حوالي 5 6 دقايق عجن لغاية ما تبقى ناعمة قوي وعجينة ايه لطيفة كده. وفي النهاية علشان دلوقتي ما طولش عليكم، هكمل انا عجن، وفي النهاية هضيف لها معلقتين زبدة عشان ألمها كده معايا، وتبقى عجينتها كده لينة حلوة زي ما هنشوف دلوقتي. المهم نعجنها ونديلها وقتها. كده هي عجينة سهلة كده اهي زي ما احنا شايفين وناعمة قوي. هسيبها كده ايه لو في الصيف مش هتاخد وقت، لو في الشتاء هتاخد وقت شوية، حوالي نص ساعة ساعة الا ربع، حسب برضو المكان اللي انتي هتسيبيها فيه. هنا غطيها بستريتش غذائي، عايزين نغطيها كمان بفوطة يكون احسن واحسن عشان تبقى دافية وننجز وتخمر بسرعة. طبعا انا هنا ما اختبرتش الخميرة الفورية بتاعتي، بس انا متأكدة لان انا استخدمت منها كتير فهي ناجحة، وهيبان دلوقتي وهنشوف العجينة بتاعتنا اخبارها ايه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا بقى بعد ما غطيتها وسبتها وقت كده كافي، ما شاء الله كده كانت جيدة وخمرت. وطبعا الحجم زي ما احنا شايفين نتضاعف. هنديها كده بوكس سريع ونبتدي نقسمها ونقطعها حسب الحجم اللي احنا بنفضله. عايزينها قطع صغيرة، عايزين القرصة بتاعتنا كبيرة شوية، هي المهم تكون متوسطة كده. هنا انا اول واحدة كبرتها شوية، بس رجعت بعد كده عملتهم كلهم حجم متوسط زي اللي بنشتريها من بره. والله عايزة تكبريها شوية مش هيحصل حاجة، دي حاجة ترجعلك. طريقة قد ايه سهلة وبسيطة. الحاجات دي بتتباع بالكيلو في الافران وبتبقى غالية، وبتنفعنا والله قوي في الفطار وفي العشاء. والله حتى لو انتي خارجة وهتغيبي شوية ممكن تاخدي معاكي كده كام واحدة. ممكن الاولاد ياخدوها معاهم في المدرسة،
يعني ليها استخدامات كتير، وفي نفس الوقت ما هياش مكلفة، بالعكس دي ما بتكلفناش اي حاجة خالص. الدقيق يعني هو حقيقي غلي زي كل ما حاجة غليت، لكن لو جينا قسنا ان الكمية اللي بتخرج بحق الدقيق اللي احنا بنشتريه مش هنلاقيها حاجة تذكر اصلا. فالواجب علينا ان احنا نعمل الحاجات دي في البيت، ونوفر الشراء لحاجات تانية ما ينفعش نعملها في البيت. هنا انا كنت خرجت الكمية دي، واللي طبعا حابب يصغر عن كده مفيش مشكلة. ال600 جرام دول عملولي كمية كويسة، عملولي حوالي 34 قطعة، يعني بصراحة موفرة جدا جدا جدا. هنا انا العجوة دي كانت عندي في التلاجة، ضفت لها معلقة زبدة وشوية قرفة صغيرين قوي على طرف المعلقة، وعجنتها كويس وعملتها كور كده، بس الجزئية دي مش موجودة معايا لان انا كنت عاملاها قبل كده وشايلاها في التلاجة. بفصصها والفها بمعلقة زبدة كده، وبعد كده ربع معلقة صغيرة قرفة. مش عايزة قرفة بلاش، يبقى كفاية الزبدة عليها، وهتبتدي تكوريها كده وتسيبيها جاهزة. وهبتدي افتحها كده من فوق، واول صينية يعني هترتاح كده معايا دي الكمية دي كانت معايا، وكان في صينية كمان لسه في الفرن. انا حطيتها، وده شكلها بعد ما خرجت من الفرن. كانت في الرف الاوسط على درجة حرارة 200، وطبعا الفرن بتاعنا احنا اللي نقدر نعرف نظبطه ازاي ما يبقاش لا عالي ولا واطي. ده شكلها كده، وبصراحة كانت هايلة قوي قوي وطعمها ممتاز. يا رب لو الوصفة عجبتكم تقولولي في التعليقات، ولو انتم مش مشتركين يا ريت تشتركوا علشان عيلتنا تكبر بيكم طبعا. ويا رب يا رب دايما كل وصفاتي تعجبكم. حقيقي وصفة هايلة جدا جدا وموفرة، زي ما احنا شايفين كده كانت ناعمة، والعجوة جواها كانت مديها طعم هايل. عجينة قطنية لطيفة قوي قوي قوي. المكون اللي انا ضفته اللبن القاطع ده بيدي نتيجة هايلة قوي للمعجنات. يا رب الوصفة تعجبكم.